ما تترعشش كده زي كتكوت المبلول، احنا مش هنموتك يعني، بس انتوا عملتوا فينا حاجات كتير قوي، هأذيتونا وحطمتونا. بس انا ساعات بسأل نفسي ليه كل الكره اللي في قلبكم ده لينا؟ انتوا عارفين انتوا وصلتوني لايه؟ اني جالي حالة نفسية منكم، وانا بعترف ان انتوا شياطين، مستحيل تكونوا بني ادمين وبتحسوا. امك بتضحك عليكي طول السنين دي يا ديما، تعرفي كده؟ نعم، مامي بتضحك عليا انا؟ زي ما بقولك كده بالظبط، ضحكت عليكي. نريمان اتجوزت واحد قبل باباكي، وكمان خلفت منه بنت، تعرفي كده؟ وبعد كده اتجوزت واحد تاني وخلفتك انت منه. بس السؤال هنا بقى، يا ترى فين بقى بنتها الاولى اللي بقالها سنين مختفيه ومحدش يعرف اثر ليها؟ رحت قربت منها وانا بعيط وقلت لها البنت دي تبقى انا. ايوه انا اللي مامتها رمتها لباباها وما وافقتش انها تعيش معاها وتحسسها باحساس الام مع بنتها ولو لمره واحده. والمفروض يعني ان انا اصدقك؟ اللعبه جديده من العابكم دي؟ احنا عمرنا ما لعبنا عليكم، انتوا اللي على طول عندكم العاب وخطط. لو مش مصدقاني روحي اسالي نريمان هانم وهي هتجاوبك. امك بتحبك مش هتكدب عليكي زيي. اول ما قلت لها كده راحت سابتني ومشيت هي ومي، وبعد كده انا خرجت وراهم لقيت الاتوبيس اتملى ناس. مش مهم بقى اقف على رجلي، المهم ان انا مفضلش هنا، كده هيكون احسن لي واحسن لك يا سليم. ايه السبب اللي ممكن يخليها تعمل كده؟ ايه السبب اللي يخليها تبعد خالص كده وما تكونش عايزاني ولا عايزه مريم؟ اكيد في سبب تاني غير الحريق وانا متاكد. سليم لسه بتفكر في ملك؟ وحشتني قوي، الفيلا مظلمه من غيرها، حاسس ان انا عايش لوحدي من غيرها. ما تقلقش يا كبير، كل حاجه تحت السيطره. انت قصدك ايه؟ وضح كلامك. يعني انا صاحبي في الصعيد وعارف كل صغيره وكبيره هناك، ولو عيله عمام ملك كبيره اكيد هيجيب لك قرارها وكل حاجه بتحصل هناك. انت بتتكلم بجد؟ ده حلو قوي الكلام ده. اطمن يا سيدي، هسيبك انا بقى واروح انام. قلت له كده وخرجت من اوضته وخبطت على اوضه مريم ودخلت. ايه في ايه؟ ملك داخل وبتبصلي كده ليه؟ اظن يعني ان انا حكيت لك على كل حاجه حصلت لي انا وملك من دي ما اختها. انا اللي عايزه افهمه دلوقتي ايه اللي خليكي تكدبي على سليم؟ كان زمانهم مربيهم دلوقتي وما كانش حد فيهم يقدر يقرب منكم. ما كناش عايزين يحصل معانا مشاكل، انا كنت عايزه انتقم منهم بنفسي. بصراحه ملك كانت عايزه تقول لسليم بس انا منعتها ولحد دلوقتي منعاها. واخيرا وصلت الصعيد بعد فتره طويله، كان الصبح طلع علينا. قعدت اخبط على باب القصر بتاعنا لحد ما جدي ما فتحه. واه مين؟ بنت عثمان ابني؟ بس انا بابا ما اسموش عثمان. لقيته شدني في حضنه وقال لي احنا بقى بنقول له يا عثمان، ما تشغليش بالك انتي. يا ملك وحشت جدك يا به، وحضرتك اكتر يا جدو، والله وليكي وحشه يا ملك. كلكم وحشتوني يا عمي، يا ما شاء الله يا ما شاء الله، كبرتي وحلوتي يا ملك. وبعد كده بنت عمي سلمت عليا وقالت لي غيبت كتير قوي عننا يا ملك، بس كلكم وحشتوني. وبعد كده لقيت ياسر ابن عمي داخل عليا وبيقول لي ملوكه حبيبتي وحشتني قوي، وانت كمان يا ياسر. رجعت من شغلي لقيت مريم قاعده في الفيلا، ما رحتش المدرسه ليه النهارده؟ ماليش مزاج. نعم يا اختي، يعني ايه مالكيش مزاج؟ ها مستقبلك ده ولا مستقبل امي؟ الظاهر انها دلعتك زياده عن اللزوم يا مريم. وبعد كده شدني من ايدي وطلعني على اوضتي. بقولك ايه، تقعدي هنا تذاكري وما اشوفش وشك بره اوضتك لغايه ما تخلصي مذاكره يا مريم. انت سامعاني ولا لا؟ انت متعرفش حاجه يا سليم، فاكرني بقولك كده دلع مني؟ بس انا مش عايزه اروح المدرسه عشان ما اشوفش وش ديما واصحابها، وانا ملك مش معايا. ملك كانت مقوياني، انا من غيرها ولا حاجه. واول ما قلت له كده سابني وخرج وقفل عليا الباب بالمفتاح. ليه عملتها كده؟ حرام عليك يا سليم. مش حرام ابدا، دي متدلعه زياده عن اللزوم، والظاهر اني نسيتها الفتره اللي فاتت دي خالص. قال لا قولي لي يا ماما، هو بابا فين كل ده؟ بقاله كتير قوي مسافر، بابا وحشني. نعمل ايه طيب يا ديما عشان شغله؟ قالت لي كده ودخلت على اوضتها. رحت دخلت وراها. تعرفي يا ماما، انا كان نفسي يبقى ليا اخت قوي. وايه يعني اللي دخل الموضوع ده في دماغك دلوقتي؟ اصلا انا طلع ليا اخت؟ هو انت مخبياها عني طول السنين دي؟ لا طبعا، ده ايه الهبل اللي انت بتقوليه ده؟ رحت رميت كل حاجه في الاوضه على الارض وقلت لها بزعيق كفايه كدب بقى، كفايه كدب وقولي لي الحقيقه. طب اهدي بس وانا هشرح لك كل حاجه. والله يعني كلام ملك صح، يعني هي اختي؟ بقى خبيتي عن اختي كل السنين دي؟ بس انا مش مذهوله، عارفه ليه؟ لانك انت كده اصلا، انت متعوده تكدبي وتخبي. انت علمتيني الكدب وعلمتيني ازاي اكون في قلب حقد، خليتيني طماعه ببص للي في ايد غيري. انا حقدت كتير قوي على اختي اللي هي ملك. عارفه عملت فيها ايه؟ تحب اشرح لك؟
انا كنت هموتها، كانت هتتحرق هي ومريم. اظن ان انت عارفه مريم كويس، انت اللي خليتيني اكون كده. انا لسه بكره ملك وهفضل اكرهها عشان انت اللي ربيتي في قلب الحقد ده. بقول لك ايه، انا هروح مشوار وجاي، يلا اخرج شوف لك مكان تروح. اخرج فين؟ واشمعنى اخرج ده ما انت خارج يعني؟ في بنت في الفيلا انت ناسي؟ ما ينفعش تقعد معاها لوحدك. يلا شوف لك مكان تروح عقبال ما اجي. ماشي يا سيدي، لما نشوف هنفضل نترد لغايه امتى؟ هتروح على فين؟ معرفش، بس اقعد على البحر شويه او اروح اقعد في القهوه، هسلي نفسي يعني، ما تقلقش عليا. كنت قاعده في جنينه القصر انا وياسر ابن عمي واماني بنت عمتي، وكل عمامي وجدي طلعوا ناموا. بقى عندك كام سنه دلوقتي يا ملك؟ انت عارف انها داخله مدرسه متاخر، يعني المفروض يكون عندي 18. وايه اللي فكرك بينا دلوقتي؟ عادي يعني، وحشتوني. وكنت عايشه مع مين كل الفتره دي؟ مع ولاد خالتي الله يرحمها. ومره واحده لقيت اماني بتقولي سامعه الصوت اللي انا سامعاه؟ لا انا مش سامعه حاجه. اصل انا نسيت اعرفك، اصل في الصعيد في حاجه اسمها النداهه. عارفاها، ما تخوفينيش بقى، بس هي موجوده هنا اصلا؟ ايوه طبعا موجوده. طب ما فيش حارس يخلي باله من الفيلا هنا؟ مفيش. ما تخوفاش يا اماني، دي ملك باين عليها عصابه سايبه اصلا. انا هقوم انام، تصبحوا على خير. وانا هطلع اريح لي حبتين عشان ورايا شغل بكره، وانتوا من اهله. سابوني وطلعوا، وانا فضلت قاعده مع نفسي وعماله ابص للسما، ومره واحده لقيت اللي جه من ورايا ونده بصوت عالي. فضلت اصوت من الخوف. وطي صوتك جدك هيسمعنا. سليم، انت جيت ازاي وامتى؟ مش مهم دلوقتي انا جيت ازاي، المهم اخدك ونروح. يلا يا ملك بينا قبل ما حد ما يشوفنا. لا يا سليم ما ينفعش، انا مش عايز اجي. طب هو انا ينفع اعرف ايه السبب؟ اظن يعني ان هو من حقي. ما فيش اي حاجه من حقك تعرفها يا سليم، ده قرار انا، هو اي حاجه من دلوقتي تخصني انا وبس. نعم، تخصك انت ازاي يا ملك؟ طب وانا؟ كل واحد فينا يمشي من طريق يا سليم. انا عايزه ابعد. عايزه تبعدي؟ طيب وانا؟ ازاي تقدري تعملي كده؟ ازاي تقدري تنسيني؟ انا مش عايزه اكسر قلبك اكتر من كده يا سليم، لو سمحت امشي وسيبني في حالي. سليم بصلها بعتاب وخرج بره القصر وركب عربيته وساب بأقصى سرعه. قعدت على الكرسي وغمضت عينيا. ده انت كنت بتحلمي بيه، كنت بتتمني ان هو يكلمك ولما يبقى بقربك تسيبيه. هو عشان مين؟ عشان ديما واصحابها؟ عشان بس عايزاه يبعد عنك عشان ما تروحيش هناك تاني وتبقي من قرب دينا؟ للدرجه دي جابولك حاله نفسيه؟ وبعد كده اخدت بعضي وطلعت على اوضتي وانا حاسه ان انا مفتقده لمريم قوي. ازاي قدرت اسيب مريم واسيب سليم؟ وكل ده بسبب مين؟ بسبب ديما. وتاني يوم الصبح لقيت مريم خارجه من الاوضه بتاعتها ولسه بالبيجامه زي ما هي. ايه ان شاء الله خلاص ما بقتش تروحي المدرسه ليه؟ ما ردتش عليا وكانت هتسيبني وتمشي. انا بكلمك على فكره، انا متدمره من غير ملك يا سليم. انت عارف ان هي كانت اختي وعيلتي وامي وكل حاجه ليا، مش عارفه اقعد من غيرها، حاسه بملل وزهق لدرجه ان انا بقيت بكلم نفسي بدل ما اكلمها هي واحكي لها. بقول لك ايه، من النهارده ما فيش حاجه اسمها ملك، هنرجع تاني زي الاول، هنكون انا وانت وبس. يعني ايه الكلام ده؟ انت مالكش ان انت تمنعني من حاجه يا سليم. والله ماليش ان انا امنعك من حاجه، صح؟ قال لي كده ومشي وهو بيكمل كلامه وبيقول لي بس انا اخوك الكبير وانا اللي عارف مصلحتك يا مريم، ومن كتر ده عليك اتغيرتي قوي، طريقتك اتبدلت، ما بقيتش عجباني خالص اليومين دول. ببص قدامي لقيت امير لسه واقف. ايه لسه واقف ليه؟ ما تنزل وراه بدل ما يديلك درس في الادب انت كمان. قالت لي كده ودخلت اوضتها ورزعت الباب. ده ايه العيله المجنونه دي يا ربي؟ كنت قاعده في اوضتي زعلانه وعماله افتكر سليم. لقيت عائشه بنت عمتي دخلت عليا. مالك يا ملوكه زعلانه ليه؟ مالي يعني، ما انا كويسه اهو. انت بتحبي؟ بحب ايه يا بنتي؟ لا طبعا. متاكده ان انت مش بتحبي؟ ايوه يا بنتي، حب ايه ده بس اللي انا افكر فيه؟ لقيتها بصت لي بصه غريبه كده وخرجت بره الاوضه. كدابه العمر يا ملك، انا شفت سليم امبارح معاكي في الجنينه. صحيح، ما انت فاكراني هبله وما اعرفوش؟ ما تعرفش يعني ان هو جالنا من يومين عشان يسال عليها، شكلها تايهه منه تقريبا، بس انا مش هسيبه يتهنى بيها عشان انا حبيته من اول ما شفته. سليم ده المفروض يبقى ليا انا مش ليها هي، ده حق انا. هي خلاص سابته امبارح في الجنينه. يا خالي. نعم يا قلب خالك. هو مش المفروض نجوز ملك بقى يا خالو ولا ايه؟ مش كفايه كده عليها؟ هقصد يعني احنا كبنات الصعيد بنتجوز في السن ده عادي، وهي لسه لغايه دلوقتي ما اتجوزتش. طب والله فكرتني بالبت ملك يا قروبه انت، ده انا بقالي كتير بدور لياسر على عروسه مش لاقي، مفيش غير ملك هي اللي تنفع لابني.
فعلا دول كانوا قاعدين امبارح مع بعض بيضحكوا ويهزروا، هو انا سبتهم وطلعت نمت. جدو حبيبي، ينفع اروح ازور ولاد خالته؟ حبيبة جدك روحي طبعا، بس ما تتأخريش. مش هتأخر عليك يا جدو يا قمر انت. قلت له كده كنت لسه همشي، لقيت اللي بيقول لي استني هنا، انت رايحه فين باللبس ده؟ وماله لبس يعني يا عمي؟ دي مسخره وقله ادب، لابسه لي بنطلون محزق وملزق وتيشيرت قصير ومسيبه لي شعرك وماشيه ليه؟ قاعدين هنا كاس جوافه ولا ايه؟ مالكش دعوه بيها يا زاهر، محدش قالك تكون الحارس بتاعها. ايوه بس ما بسش، مالكش دعوه بيها انت سامع؟ اول ما جدي ما قال له كده ابتسمت له وشاورت له وخرجت من القصر. بس يا جدي يعني ازاي تسيبها تمشي كده؟ يا اختي محموقه كده ليه؟ خايفه عليها قوي؟ خليكي في حالك يا اماني وبطلي الغيره دي، عشان الوحيد اللي فاهم دماغك دي هو انا. اول ما وصلت ودخلت من باب الفيلا كنت متحمسه قوي ان انا اشوف مريم وسليم وامير، وحشتوني قوي. وبعد كده سمعت صوت ضحك، يبقى اكيد كلهم قاعدين في الجنينه، ولفيت عشان اشوفهم بس لقيت سليم قاعد مع البنت اللي كانت معاه قبل كده. هو ايه بقى اللي خلاك ترجع لي يا سليم؟ ما انت كنت ناسيني فتره كبيره. ولحد هنا بتكون خلصت حلقتنا، استنوني في حلقه جديده باحداث جديده. وفي نهايه الفيديو ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصل لكم اشعار لكل قصه جديده.